كان يا مكان حدوتة مش من زمان بتحصل كل يوم وبيعيشها ولاد وبنات في كل مكان، نسمعها ونفهمها ونفكر عشان نكبر ونعيش بعقل وقلب بالخير والطيبة مليان. في بيت صغير وجميل كانت عايشة مع باباها ومامتها بنت اسمها ليلى. كانت بتحب تلعب كتير قوي وبتحب كمان تاكل بسكوت كتير وشوكولاتة أكتر بكتير، لكن ما كانتش بتحب تغسل إيديها بعد الأكل ولا تغسل سنانها قبل النوم. وفي نفس الوقت في عالم صغير جدا جدا كان فيه جرثومة اسمها زوزو ومعاها أصحابها كتير مش بيتشافوا بالعين خالص. زوزو كانت بتحب تروح أماكن محدش بينظف فيها، وسمعت عن بنت اسمها ليلى دايما ناسية تغسل إيديها وسنانها. قالت زوزو لأصحابها وهي بتضحك: يلا نروح عند ليلى، هنلعب ونرقص ونتنطط على صوابعها وسنانها ونعمل أحلى فوضى في الدنيا. وفعلا راحت زوزو وصحابها وبدأوا يرقصوا على إيدين ليلى ويستخبوا بين سنانها. وفي يوم كانت ليلى بتاكل شوكولاتة بعد ما خلصت فطارها، وقبل ما تروح تلعب مامتها قالت لها: يا ليلى يلا نغسل ايدينا قبل ما نلمس وشنا او نلعب بألعابنا. لكن ليلى قالت: مفيش حاجة على ايدي يا ماما، انا ايدي نظيفة. ماما قالت لها: بتهيألك يا حبيبتي، اكيد في جرثومة مش شايفينها. ليلى سألتها: يعني ايه جرثومة يا ماما؟ ماما قالت: بصي يا ليلى، الجرثومة دي زي مخلوق صغير جدا جدا، صغير قوي لدرجة اننا ما نقدرش نشوفه بعينينا، لكن هو بيكون موجود حوالينا وعلى اللعب بتاعتنا، في بقنا وعلى ايدينا، خصوصا لو ما غسلناش ايدينا. الجرثومة ساعات بتكون طيبة وما بتعملش حاجة، لكن في جراثيم شقية بتحب تلعب في الأماكن اللي مش نظيفة، ولما تدخل جسمنا ممكن تخلينا نكح أو توجع بطننا أو تسوس سناننا. عشان كده المية والصابون والفرشة والمعجون دول زي أبطال بيحاربوا الجراثيم وبيساعدونا نطردهم بعيد. ليلى قربت إيديها من وشها وفضلت مركزة يمكن تلاقي الجرثومة، وسألت ماما: بس إزاي يا ماما حاجة موجودة ومش باينة؟ يعني أنا لازم أشوفها طيب عشان أغسلها؟ بصت لها ماما وضحكت وقالت: مش كل حاجة بنشوفها بعينينا يا ليلى، زي الريحة دي حاجة بنحس بيها بس ما بنشوفهاش. الجراثيم كمان كده بنحس بتأثيرها لو ما غسلناش ايدينا وسناننا، لكن ابدا ابدا مش بنشوفها بعينينا. ليلى سكتت شوية وبعدين قالت: طب ليه اغسل سناني؟ ما انا بشرب مية، كل الاكل بيروح في بطني مش بيفضل على سناني. ضحكت ماما وقالت: في حتت صغيرة من البسكوت والشوكولاتة بتدخل بين السنان وبتستخبى، وساعتها تيجي الجراثيم الوحشة زي زوزو وتبدأ تاكلها وتعمل حفر صغيرة اسمها تسوس. وفعلا بعد كام يوم بدأت ليلى تحس ان اسنانها فيها وجع بسيط، فاخدتها ماما وراحت بيها للدكتور. وفي العيادة دكتور الاسنان قعد ليلى على الكرسي وقال لها: انتي بطلة عشان جيتي يا ليلى، بصي هنا. وجاب لها شاشة صغيرة وراها رسوم متحركة لجراثيم بترقص على السنان، وليلى قعدت تضحك. لكن الجرثومة زوزو كانت بتقول وهي مبسوطة: يا سلام، لما الأكل يفضل في البق إحنا بنعمل حفلة، ناكل ناكل وبعد كده نسيب مفاجأة لصاحبنا اللي مغسلش سنانه، سوسة تسوس السنان. ده شغلنا بقالنا سنين بنعرف نعمله كويس قوي. ضحكت باقي الجراثيم صحاب زوزو وقالوا: وكل ما حد ياكل وما يغسلش سنانه إحنا نشتغل أكتر بكتير. ليلى اتخضت وقالت: أنا مش عايزاكم تشتغلوا عندي خالص، اخرجوا من بقي، اخرجوا كلكم. دكتور السنان ضحك وقال: برافو يا ليلى، عشان كده لازم نغسل سناننا مرتين في اليوم، خصوصا قبل ما ننام، عشان السوسة ما تشتغلش واحنا نايمين. وكمان ما ينفعش ناكل شوكولاتة او سكريات قبل النوم، ولو كلنا اي حاجة فيها سكر لازم نغسل سناننا بعدها. سألته ليلى: يعني انا يا دكتور لو عملت كده الجراثيم مش هتعرف تسكن جوه سناني وتشتغل فيها وتوجعها؟ رد دكتور السنان وقال: بالظبط، كأنك بتقفلي الباب بالمفتاح. الفرشة والمعجون هما المفتاح اللي بنقفل بيه على أسناننا عشان الجراثيم ما تعرفش تدخل. رجعت ليلى البيت
وقررت تغسل إيديها بالصابون وهي بتغني، وكمان تنظف سنانها بفرشتها الحمراء اللي بتحبها. طب وزوزو كانت بتجري وهي بتزعق وتقول المية والصابون جايين، اجروا بسرعة، وفرشة السنان بتطردنا، خلاص مش هنعرف نشتغل هنا تاني. ومن يومها ليلى بقت بطلة النظافة، كل يوم الصبح تصحى تغسل سنانها، وقبل الأكل وبعد اللعب تغسل إيديها بالصابونة، وقبل النوم تغسل تاني إيديها وسنانها. وزوزو يا ترى راحت فين؟ زوزو راحت تدور على مكان تاني، على إيدين تانية يكون مطرحها أكل، أو سنان فيها حتة شوكولاتة مستخبية. بس يا ترى هتلاقي طفل ما بيغسلش سنانه وإيده، ولا كل الولاد هيبقوا أبطال زي ليلى ويطردوا الجرثومة ويستخدموا الفرشة والمعجون؟